السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. معانا النهاردة هنعمل وصفة جديدة. هنعمل كرة الكفتة ببطاطس في طاجن، طريقة سهلة جدا واكلة جميلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت وهتعجبكم جدا. معايا هنا بصلاية نفرمها في الكبة كويس، بصلاية واحدة. بعد كده نكون معانا نص كيلو لحمة مفرومة، هنضيف عليه ملح، فلفل اسود، نص معلقة صغيرة بهارات لحم، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وعودين بقدونس. بس كده زي ما احنا شايفين. هنضربهم كويس في الكبة. مكونات بسيطة جدا، مش حاطين اي اضافات كتير. بعد ما اتفرمت معانا المكونات كلها في الكبة، تعالوا هنشكلها على شكل كرات زي ما احنا شايفين. اهم حاجة عجينة الكفتة وهي في ايدينا نشتغلها كويس، نخليها ناعمة في ايدينا عشان لما ترتاح ونيجي نشوحها تبقى معانا حلوة ان شاء الله. تمام، هشكلها كلها بالشكل ده على شكل كرات، شكل الكمية كلها. احنا شايفين النص كيلو هيطلع معاكي كمية كويسة ان شاء الله، هترتاح في التلاجة. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا هنا طاسة على النار، هنجيب بطاطستين هنقطعهم مكعبات، هنضيف معلقتين زيت في الطاسة وهنشوح البطاطس دي، هنديها تشويحة لحد ما تاخد لون بالشكل ده. بعد ما هنشوح البطاطس هنضيفها في الطاجن اللي هندخل فيه الفرن. بعد ما شوحنا البطاطس هنجيب طاسة نضيفة، هننزل بمكعب زبدة ومعلقتين زيت، وهنحمر الكفتة زي ما احنا شايفين. نشوح الكفتة بتاعتنا لحد ما تاخد لون معانا. شايفين الكفتة متماسكة معانا ازاي؟ متماسكة ولا فكت مننا ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. اهم حاجة نسيبها تاخد الصدمة كلها وتاخد لون من كل الجوانب. بعد كده بعد ما خدت معانا واتحمرت هنطلعها في الطاجن على البطاطس، وخلي معانا الزبدة والزيت مطرح محمرناه. تعالوا نشوف هنعمل بيهم ايه. انا هنا صفيتهم في حلة على النار. صوص احمر سهل وبسيط جدا. هنضيف بصلايه قطع صغيره، عليها رشه ملح ورشه فلفل، معانا قرن فلفل حار. هنضيف معلقه صلصه طماطم، وعليها رشه سكر، وعليها معلقه هريسه صغيره، وهنشوحهم شويه مع البصله. بعد كده هننزل بعصير طماطم، عصير طماطم حوالي كده نص خلاط ننزل بيه، وهنضيف ملح وفلفل اسود وهنسيبها تغلي. مجرد ما هنلاقيها انها ابتدت تغلي خلاص كده هنطفي عليها وهنضيفها على الطاجن بتاعنا. هنغطي بقى الكفتة بكمية الصلصة كلها زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. وهندخلها الفرن سخن. وبعد ما استوت معانا وطلعت بالشكل الجميل ده، بسم الله ما شاء الله، اكله سهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت وطعمها مختلف وجميل جدا. هنقدمها مع الرز الابيض. وجربوها وقولوا لي رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست.